بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا. اهلا بيكم في حلقه اسوأ مباريات في عرض ريسلمانيا من ضمن سلسله ريسلمانيا اللي هتتقدم ان شاء الله في القناه في موسم ريسلمانيا. كل سنه وحضراتكم طيبين. تم اختيار المباريات بناء على ان هم من اسوأ التقييمات من النقاد ومن الجماهير، وكمان من ضمن ان اتحاد WWE قال عليهم اصلا ان هم من اسوأ المباريات في تاريخ عروض ريسلمانيا. بالفعل جايب لك مباريات وحشه قوي، بالذات اخر مباراه. يا ريت تتابع الفيديو لحد النهايه لان اخر مباراه هي فعلا صادمه جدا، لان هي كانت المفروض تبقى مباراه جامده جدا وفي الاخر بقت مباراه سيئه جدا، والاسباب كتير هشرحها لك بالتفصيل. قبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، تعملوا لايك عشان الفيديو عجبكم ان شاء الله، تعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. فنخش في تفاصيل كتير، يلا بينا نبتدي. اول مباراه معانا النهارده هي مباراه فينس ماكمان ضد بات ماكافي في ريسلمانيا 38. المباراه بلا داعي لان هي كانت ما بين بات ماكافي واوستن سيري، وتخيل ان بات ماكافي كسب اوستن سيري في عبثيات ريسلمانيا، في واحده من اسوأ اللحظات اللي انا شفتها لمصارع شاب زي اوستن سيري. حتى لو خد كل الدفعات اللي في الدنيا هتفضل دي نقطه سوداء في مسيرته في اتحاد WWE، ان هو خسر من مجرد معلق بات ماكافي. ظهر فينس ماكمان وقال ان هو هيصارع بات ماكافي بعد ما بات ماكافي كسب اوستن سيري علشان يدمر بات ماكافي. هو يعني كان نزال على الواقف، ضربوا بوكسين ووقعوا. المهم يعني كسب فينس ماكمان في مباراة برضو عبثية جدا، قيمت بنص من 10. حرفيا كان كل جماهير المصارعة حول العالم ادولها متوسط تقييم نص من 10. فينس ماكمان في الوقت ده عنده 76 سنة، فبالتالي هو مش قادر اصلا يتحرك. وكانت المباراة نفسها كانت عبارة عن فقره لستون كولد ستيف اوستن، لان ريسلمانيا 38 كانت في تكساس، بلد ستون كولد ستيف اوستن، واللي كان بيعمل فيها دعايه لنفسه وفي نفس الوقت ان هو يثبت انه موجود في ليلتين ريسلمانيا 38، لان هو الراعي الرسمي حرفيا للعرض ده في الوقت ده. نيجي للنزال اللي بعد كده، مايكل كول ضد جيري لولر في ريسلمانيا 27، وستون كولد ستيف اوستن هو الحكم الخاص للمباراه. حرفيا مباراه بين اتنين معلقين، عبثيات لا يمكن تخيلها. تخيل المباراة اتعملت بين الاتنين معلقين في أسوأ عداوة ممكنة، حرفيا ما حدش طلبها، عداوة جاية من العدم، ولا كان في أي حد من الجماهير عايز المباراة، ولا كان في حد من المصارعين رغب في إن هو يشوف المباراة، ولا كان في حد من الصحافة طالب بالمباراة أصلا. جيري لولر حرفيا كان ساعتها معتزل، مجرد معلق. وانت زي ما انت عارف مايكل كول يعني هيقدم ايه في المصارعة. المباراة دي كانت متقيمة ربع من 10 أساسا من النقاد والجماهير، فكانت مباراة سيئة جدا، ولحد دلوقتي من النقط السوداء في تاريخ عروض ريسلمانيا كلها. نيجي للنزال اللي بعد كده، كيرت انجل ضد بارون كوربن في ريسلمانيا 35. نزال اعتزال كيرت انجل. لك ان تتخيل عزيزي المتابع ان في نفس العرض اللي كان فيه كيرت انجل بيعتزل كان في مصارع ابتدى مسيرته على ايد كيرت انجل، كان موجود في نفس العرض، وهو الاسطوره جون سينا، واللي ظهر بشخصيه دكتور اوف ساجانومكس. المباراه دي كانت هي اللي لازم يختتم بيها كيرت انجل مسيرته، مع كل احترامي لبارون كوربن، لان فينس ماكمان حتى بعد المباراه دي واللي فاز بيها بارون كوربن على فكره، وكانت من عبثيات المصارعه الحره برضو ان كيرت انجل ما ياخدش المكسب في اخر مباراه ليه، ان بارون كوربن ما خدش اي دفعه بعدها ذات قيمه، وتم دفنه لحد ما تم طرده من اتحاد WWE. جون سينا في الوقت ده بشخصيه دكتور اوف ساجانومكس اللي ظهر فيها قصاد إلياس في نفس عرض ريسلمانيا 35، كان ممكن هو اللي يصارع كيرت انجل، لان جون سينا ظهر في المصارعه الحره في اتحاد WWE في عرض سماك داون قصاد كيرت انجل، وكانت اول مباراه ليه في مسيرته في العروض المتلفزه عموما. يعني كان سهل جدا وفكره عظيمه جدا طلبت بيها كل الجماهير في الوقت ده بالذات، ان كيرت انجل ينهي مسيرته على ايد المصارع اللي ظهروا اصلا للعروض وطلعوا للنور، وهو الاسطوره جون سينا. كانوا هيبقوا اتنين اساطير في نفس المباراه، ولكن فينس ماكمان قال ان هو مش فارق معاه راي الجماهير، وان هو عايز بارون كوربن ضد كيرت انجل، يعني هتحصل. بالفعل المباراه حصلت، وكانت مباراه سيئه جدا متقيمه 1 من 10 من كل النقاد والجماهير، وما كانش فيها قصه ذات قيمه، وكل حاجه كانت واقعه في المباراه دي، ومباراه تنسى حرفيا في ريسلمانيا بكل تاكيد. نيجي للمباراه اللي بعد كده، بريت هارت ضد فينس ماكمان برضو في ريسلمانيا 26، مباراه نو هولدز بارد بعد خيانه مونتريال في عرض سرفايفر سيريس سنه 1997، لما بريت هارت خسر بطريقه مهينه جدا قصاد شون مايكلز، خسر فيها لقب الاتحاد، لان بريت هارت ما كانش عايز يخسر المباراه، وكان رايح ناحيه WCW، فكان رايح للاتحاد المنافس
منافس، ففينس ماكمان خسره باكتر طريقه ممكنه، لدرجه ان بريت هارت تف على فينس ماكمان وعمل مشاكل كبيره جدا، وكمان عمل مشاكل خلف الكواليس. وكان طبعا متواطئ في الموضوع دوت شون مايكلز وتريبل اتش، اللي هم اساسا اعترفوا بعد كده ان هم كانوا متواطئين مع فينس ماكمان في الفضيحه اللي حصلت في التسعينات. الناس فضلت تطالب بنزال ما بين بريت هارت وفينس ماكمان لسنين وسنين، ولكن بريت هارت كان رافض اصلا ان هو يكون متواجد في اتحاد WWE لحد سنه 2010. يعني بعد 13 سنه من فضيحه مونتريال يظهر بريت هارت ويصارع فينس ماكمان بعد ما يعتبر هم فضوا الخلافات. وكان نزال طبعا كان لازم بريت هارت يهين فيه فينس ماكمان، وفاز عليه بكل تاكيد قصاد كل عائله هارت. بس صدقني النزال ما كانش له اي طعم، لان الاثنين كانوا كبروا في السن، والاثنين خلاص ما بقوش قادرين على المصارعه. شوف فينس ماكمان ما كانش قادر على المصارعه من 2010، احنا بنتكلم من زمن. شفت بقى انا ليه ذكرته لك في ريسل مانيا 38؟ صدقني بعد 13 سنه الناس فقدت اهتمامها بالمباراه، ولحد دلوقتي المباراه متقيمه 1.5 من 10، وده من اسوأ التقييمات في مباريات ريسل مانيا في العموم. نيجي للنزال اللي بعد كده، راندي اورتن ضد ذا فيند براي وايت في ريسل مانيا 37. النزال اللي انهى شخصيه ذا فيند براي وايت، اللي حرفيا مات في اللحظه دي وما ظهرش تاني للابد، لحد كمان ما كان براي وايت عايز يرجع تاني شخصيه ذا فيند، براي وايت نفسه مات، براي وايت توفى. النزال ده قتل شخصيه ذا فيند بكل تفاصيله وبأسوأ شكل ممكن، بعد خيانه أليكسا بليس لبراي وايت اللي المفروض هي كانت شايله العداوه لشهور وشهور في موسم تحضير ريسل مانيا ضد راندي اورتن، وصرعت راندي اورتن اصلا في نزال، وكسبت كمان راندي اورتن في فاست-لين، وكان ما بينهم اجواء الى حد ما كانت جيده، على الاقل كانوا بيحاولوا يزقوا العداوه على قد ما يقدروا لحد ما يظهر براي وايت ذا فيند، اللي كان متاثر في الوقت دوت بفقدانه لصديقه العزيز لوك هاربر اللي توفى، اللي هو جون هيوبر يعني. فاليكسا بليس تطلع من الصندوق ولابسه لبس تحس انه جاي من جيم اوف ثرونز، وفي الاخر هي تشتت ذا فيند عشان راندي اورتن يفنش ذا فيند باركي او ويخلص النزال لصالحه. فعلا النزال ده انا شفت فيه براي وايت ذا فيند للمره الاخيره، ما ظهرش تاني ابدا في اسوأ مباراه ممكنه. بقى يا راجل يا مؤمن، انت بتبني في العداوه دي لشهور وشهور عشان ترجع براي وايت بافضل شكل ممكن وتعيد بناء شخصيه ذا فيند، خاصه بعد راندي اورتن ما حرق الشخصيه حرفيا في عرض TLC، تيجي انت تقوم مخسره النزال بتاع العوده. فرشور كان لازم براي وايت يتدمر تماما، كان لازم براي وايت يخسر كل حاجه، وبالفعل براي وايت خسر كتير جدا 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 من بعدها. النزال اتقيم 2 من 10 من جماهير المصارعه والنقاد والصحافه. بالفعل ده واحد من العلامات السوداء في الريسل مانيا، لان فعلا براي وايت ما شافش النور من بعدها ابدا، وما ظهرش نهائي بشكل قوي، وما ظهرش اصلا بعدها في ريسل مانيا سواء 38 او 39، لانه توفى بعد ريسل مانيا 39. نيجي للنزال اللي بعد كده، رومان رينز ضد اندرتيكر في ريسل مانيا 33. النزال الذي لم يطلبه احد، وكل الاطراف فيه كانوا متضررين بشكل كبير، والضرر ده فضل ملازمهم من ريسل مانيا 33 واستمر معاهم لحد ريسل مانيا 34 حرفيا. المفروض ان العداوه اتبنت بان رومان رينز خرج اندرتيكر من مباراه رويال رامبل 2017، رويال رامبل اللي انا شايفها من احسن مباريات رويال رامبل في تاريخ المصارعه الحره عموما. بس ساعتها رومان رينز كان المفروض ان هو بيقدم الشخصيه المحبوبه، واندرتيكر بيقدم الشخصيه المحبوبه، فبالتالي الجماهير كانوا دايما متلخبطين ما بين احنا هنقف مع مين. طبعا الناس وقفت مع اندرتيكر لان كان رومان رينز بيتم الدفع بيه باستماته من فينس ماكمان، محشور رومان رينز في زور الجماهير في الوقت ده، واستمر لسنين وسنين مع فينس ماكمان اصلا، رغم فشل رومان رينز بشكل كبير جدا. حتى في المباراه كانت سيئه جدا، مباراه نو هولدز بارد بلا قوانين وبلا قواعد، وكانت الدنيا فيها بايظه تماما. اندرتيكر مش قادر يصارع، رومان رينز كان بيشيل المباراه على قد ما يقدر، ومع ذلك خسر اندرتيكر. فاز رومان رينز بالمباراه. خساره اندرتيكر هي علشان ان هو يعتزل من الاخر، كانت المفروض ان ده المتفق عليه ان دي تكون اخر مباراه لاندرتيكر، ان هو يخسر في ريسل مانيا لتاني مره بعد بروك ليزنر. وهنا ناتي للعبث اللي بيحصل من فينس ماكمان في الوقت ده. فينس ماكمان كان عايز رومان رينز يكسب علشان يطلع اوفر مع الجماهير، والناس تبقى حابه رومان رينز اكتر. الناس كرهت رومان رينز اكتر، الناس ما كانتش عايزه في عرض الرول اللي بعد ريسل مانيا ان رومان رينز يفتح بقه بكلمه، مسك المايك ما عرفش يتكلم، قام ماشي. حرفيا الناس كانت كرهاه، وضر رومان رينز بشخصيه البيج دوج، وفشلت تماما الشخصيه دي مع رومان رينز، لدرجه ان هو لما صارع بروك ليزنر في ريسل مانيا 34 في نزال على لقب اليونيفرسال، المفروض كان رومان رينز هو اللي يكسب النزال ده. كانت الجماهير فيه مع بروك ليزنر اللي هو كان بيقدم الشخصيه المكروهه، ورومان رينز المحبوب الناس ما كانتش طايقاه. كل ده بسبب المباراه الخاصه باندرتيكر في السنه اللي قبلها، وده برضو اللي تسبب
السبب في خساره رومان رينز للمباراه دي قصاد بروك ليزنر في ريسلمانيا 34. وده اللي خلاني اقول لك كل الاطراف متضرره. المصارع اللي كسب فضل يخسر وفضل يعاني في 2017 و2018 بسبب المباراه دي، لان المباراه دي خلت الجماهير ما سمحتش ابدا رومان رينز، وكانت بتقول ان رومان رينز لازم يقدم الشخصيه المكروهه علشان نحاول ان احنا بس نتقبله. واندرتيكر طبعا كانت كل الناس ضد الفكره ان هو يعتزل اصلا، لان الناس بتعشق اندرتيكر، وفي نفس الوقت اندرتيكر هو ما كانش قادر، وبالتالي خسارته واعتزاله كانت كارثه كبيره جدا لجماهير المصارعه الحره. والخساره الثانيه في ريسلمانيا سيئه جدا، لان الاستريك اتكسرت برده، ما كانش فيها اي 30 لازمه ان اندرتيكر يخسر. ومع ذلك اندرتيكر بعد قرار الاعتزال تراجع وصارع جون سينا في ريسلمانيا 34، فحتى خسر لقطه اعتزاله في ريسلمانيا 33. عاد اندرتيكر في ريسلمانيا 34 قصاد جون سينا في نزال ما كانش جيد تماما، كان جون سينا بيضحي فيها لصالح اندرتيكر عشان يطلعه اوفر ويكسبوا المباراه، وبالفعل كسب اندرتيكر المباراه بعدها بسنه. غرض فينس ماكمان ما تمش في المباراه دي باي حال من الاحوال. ناتي بقى للمباراه اللي بعد كده، ذا ميز ضد جون سينا على لقب الاتحاد في ريسلمانيا 27. نزال الحدث الرئيسي اللي تدخل فيه ذا روك بعد طبعا ما كان في مدير لعرض الرو الكتروني. حرفيا ذا روك تدخل، حول المباراه بلا قوانين علشان يفنش جون سينا بروك بوتوم، علشان يسمح لذا ميز ان هو يكسب جون سينا ويحتفظ بلقب الاتحاد في نهايه كانت مربكه لكل جماهير المصارعه في الوقت ده. ولكن المباراه كان غرضها اولا واخيرا ان هي تخدم عداوه ذا روك وجون سينا في ريسلمانيا 28. مباراه كامله معموله ببروباجندا بكل حاجه علشان تخدم عداوه ذا روك وجون سينا في السنه اللي بعدها. تخيل يعني المباراه خدت من السوق ما يكفي، متقيمه 2.5 من 10. انت متخيل بسبب الاحداث والاضطرابات اللي حصلت فيها القصه نفسها ماتت بتدخل ذا روك. ذا روك نفسه ما كانش المفروض ان هو يتدخل في المباراه دي ويكلف جون سينا باي حال من الاحوال، علشان لسه كان فاضل سنه على مباراتهم، فسنه كامله الجاب كبر قوي ما بينهم. فوز ذا ميز كانت غلطه في الوقت ده، واساس المباراه كانت لازم تخلص كلين، ما كانتش تخلص بتدخل ذا روك ابدا. صدقني النزال ده ما عجبش اي حد، ولو رجعت شفته هتلاقي كل الجماهير مرتبكه من فوز ذا ميز بالمباراه. نيجي للنزال اللي بعد كده، بيج شو ضد اكي بونو في ريسلمانيا 21. ده نزال سومو، عارف رياضه السومو بتاعه العمالقه، بتاعه الناس الاوفر سايز، بتاعه الناس اللي وزنها معدي ال 100 كيلو مرتاح. هو ده النزال اللي حصل في حلبة WWE. نزال عبثي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، ومبني قبل ريسلمانيا 21 باسبوعين بالظبط، فكانت الدنيا وحشه قوي قوي قوي. اسابيع قليله بس قبل ريسلمانيا عشان تبني نزال ملوش اي 30 لازمه، مفيش حد من الجماهير طالب فيه. حتى لو انت عايز تجذب الجماهير الاسيويه للمباراه، انت حرفيا قتلت المباراه وقتلت بيك شو في الوقت ده. الشخصيه بتاعته تدمرت تماما، لانه حتى في مباراه السومو قصاد اكي بونو هو خسر المباراه لما اكي بونو رماه من الحلبه. هو كده اكي بونو كسب المباراه في السومو بالقوانين بتاعه السومو. بس مين عايز مباراه سومو اصلا في اتحاد WWE؟ المباراه يا جماعه متقيمه 4 من 10. المباراه سيئه جدا. المباراه انا والله الربع ده ما تساويش بالنسبه لي لو انا هقيم المباراه دي، لانها مباراه خارج اطار المصارعه واتحطت في ريسلمانيا، ضيعت وقت الجماهير، ولحد دلوقتي من اسوأ المباريات في تاريخ ريسلمانيا باعتراف اتحاد WWE نفسه. نيجي بقى للنزال اللي بعد كده، نزال مس ريسلمانيا باتل رويال. تخيل باتل رويال معمول للسيدات علشان يفكرك بالرويال رامبل وخروج المصارعات من الحبل الثالث والكلام الجميل ده كله، واللي يفوز في النزال ده هو راجل مش ست، راجل سانتينو ماريلا اللي كان متنكر بلبس ست وغير اسمه وسمى نفسه سانتينا. طبعا كانت المباراة كوميدية بشكل كبير، لان سانتينو ماريلا ياخد التاج بتاع السيدات ويلبسه كانت حركة مهينة جدا للسيدات. ولحد دلوقتي كل المصارعات في مجال المصارعة الحرة بيذكروا النزال ده ان هو اكتر نزال مهين في تاريخ السيدات، لان كان المفروض ان ده كان حدث كبير في ريسلمانيا، وفينس ماكمان اهان بيه السيدات تماما ودمر قسم السيدات. وبسبب النزال ده اتدمر قسم السيدات سنين وسنين اللي بعد كده. وبالفعل انا شاهد على الفترة دي، ان الفترة دي كانت سيئة جدا للسيدات، حتى كان اسمهم الديفاز. الديفاز مش المصارعات. والنزال ده يا جماعة ما اعتقدش ان حد اصلا فاكره، لان النزال من سوقه ضيع كل حاجة لقسم السيدات عموما. ونيجي بقى للمباراة الاخيرة معانا النهاردة، المباراة الصادمة، جولدبرج ضد بروك ليزنر في ريسلمانيا 20، وستون كولد ستيف اوستن هو الحكم الخاص. مش عارف ليه ستون كولد ستيف اوستن ظهر في الحلقة دي كتير، مشكلته انه ظهر في اوقات كتير ما كانتش صح ان هي تحصل اصلا. بس النزال ده كان واحد من اسوأ المباريات، المفروض اصلا كان يبان ان هو واحد من اعظم المباريات، بس ليه هو من اسوأ المباريات؟ تعال احكي لك. ده كان الحدث الرئيسي لعرض ريسلمانيا. قبل ريسلمانيا ب3 اسابيع جولدبرج كان عقده قرب ينتهي وخلاص، هو هينتهي بعد عرض ريسلمانيا. اتفاجئ فينس ماكمان ان جولدبرج
جولدبرج قال له انا مش هصارع اصلا في WWE تاني، انا بعد ما عقدي ينتهي انا هرحل من WWE. وكمان هو اللي اعلن ده، وطبعا اعلانه دوت هو الصحافه ذكرته والجماهير كلها عرفته، فبالتالي الناس عرفت ان جولدبرج ماشي من اتحاد WWE. فالناس طلبت ان جولدبرج وهو ماشي يصارع بروك ليزنر في النزال الاحلام الخاص بالجماهير، وده طبعا كان مطلب جماهيري. فجولدبرج اوكي قال انا هصارع بروك ليزنر حتى وانا مش هجدد عقدي مع WWE. وصدقني دي كانت صدمه جامده جدا لفينس ماكمان، عشان يجي بروك ليزنر يصدم فينس ماكمان قبل عرض ريسلمانيا باسبوعين بالظبط، يعلن فيها بروك ليزنر ان هو هيرحل من اتحاد WWE علشان هو عايز يروح لدوري ال NFL، عايز يجرب كره القدم الامريكيه، ولو جات له الفرصه هيجرب رياضه الهوكي. كان عايز يجرب رياضات كتير، واعلان ان هو رايح لدوري ال NFL وده كان بشكل رسمي اربك فينس ماكمان بكل تاكيد، لان حرفيا انت الحدث الرئيسي بتاعك في ريسلمانيا بقى ما بين اتنين مصارعين هم ماشيين اصلا من اتحاد WWE، سواء بروك ليزنر سواء جولدبرج. الخبر ده اتسرب من اتحاد WWE والصحافه سربته لكل الجماهير وكل الجماهير عرفت، فده كان كارثه في المباراه نفسها، لان الجماهير فضلت تهتف ضد الاثنين مصارعين. بروك ليزنر كان بالشخصيه المكروهه وجولدبرج كان بالشخصيه المحبوبه، والاثنين اتشتموا في المباراه دي. كل الناس استهجنت المصارعين الاثنين. تخيل ان كل الناس كانت مع ستون كولد ستيف اوستن اللي هو مين؟ الحكم الخاص اصلا في المباراه. والجماهير كان عندها حق. الجماهير بعد ما عرفت ان بروك ليزنر ماشي وكان قبلها جولدبرج اعلن ان هو ماشي، لقوا ان المباراه اساسا ملهاش لازمه. طب كان ليه من الاول؟ ليه من الاول نبني مباراه زي دي؟ مباراه احلام بالنسبه لنا ما بين اتنين مصارعين هم اساسا احنا مش هنشوفهم تاني، مش هنسمع منهم كلمه بعد عرض ريسلمانيا، علشان هم الاثنين ماشيين، واحد عقده انتهى وواحد قرر الرحيل بكل بساطه. والنزال ده يا جماعه تم ذكر فيه هالك هوجن من الجماهير، فضلوا يهتفوا المصارعين تانيين اصلا، هالك هوجن بريت هارت، والدنيا كانت بايظه خالص. وهنا فينس ماكمان اضطر ان هو يسمع كلام الجماهير ويعاقب الاثنين مصارعين بطريقه او اخرى بالستانر الخاصه بستون كولد ستيف اوستن. كلف فينس ماكمان ستون كولد ستيف اوستن ان هو بعد المباراه يفنش بروك ليزنر بستانر ويفنش جولدبرج بستانر علشان يرضي الجماهير. فلما فنش الاثنين مصارعين فعلا هو رضى الجماهير في الوقت ده. كل الجماهير كانت بتهتف لصالح ستون كولد ستيف اوستن الحكم الخاص في المباراه، اللي كان هو فعلا اللي باقي مع اتحاد WWE، مش الاثنين مصارعين اللي اتفنشوا واللي كانوا بيلعبوا الحدث الرئيسي ومشوا من الاتحاد. والمباراه دي اتقيمت ب1/10 لان كل حاجه فيها كانت بايظه من قبل ما تتعمل. وكانت المباراه دي لو انا اداري مش هنفذها حتى لو الجماهير كانت عايزاها في الوقت ده، لان الاثنين مصارعين ماشيين، فده كان هيضرني على المدى البعيد وهخسر المصداقيه بتاعه الشركه قصاد الجماهير، وده اللي حصل في الوقت ده للاسف. بس كده يا جماعه دي كانت حلقتنا، اتمنى اكون اشتغلت على حضراتكم، اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا لكم كلكم. يلا سلام.